غيره. نشوف وياكم هذا التقرير اللي يتناول هذه الأماكن الحلوة. قل لي أين تقضي إجازتك أقول لك من أنت، مقولة يرددها الغربيون كثيرا نظرا لأهمية العطلة لديهم. بالنسبة لي فأنا أقضيها هنا في السينما. يتلهف الكثير منا لعطلة نهاية الأسبوع بعد أسبوع عمل شاق يحتاج فيه العقل والجسم للراحة. نهاية الأسبوع لازم الواحد ينسى كل همومه ومشاكله في الشغل أو في العمل أو حتى في البيت كمان. لازم يزتها ورا ظهره، يطلع يعمل شوبينج، يتعرف على أصحاب جيدين، أصحاب يكونوا منتجين، يعني مش بضيع وقتهم سدى هيك في الحياة. يعني يكونوا ما ضروا يحكوا بالبزنس، ما ضروا يحكوا بالبزنس، يحكوا بشغلات تنفعهم في الحياة الاجتماعية يعني والثقافية. وتختلف كيفية قضاء عطلة نهاية الأسبوع من شخص لآخر، فالأطفال تكون بالنسبة لهم حافلة بالنشاط واللعب، والملاهي هي مكانهم المفضل. أما الكبار فكانت لنا وقفة معهم لمعرفة ما يفعلونه هنا في دبي أثناء العطلة. قضي حسب، يعني أسبوع نطلع مثلا على الفجيرة، بنروح على شاطئ البحر، أحيانا نطلع على أبو ظبي عند أصدقائنا، وأحيانا بدبي بنقضي بالجميرة، بنروح على مارينا، على القصر، هذا كتير حلو كمان، نتعشى مع أصحابنا هناك حسب، أحيانا بالبيت. هلا بما انه الجو صار حلو صرنا عم ننزل خميس او جمعه على البحر، اكثر شيء على البحر. مثلا في سيتي سنتر، ميركاتو، فيستيفال سيتي، هالمراكز او احيانا بالحدائق، ممكن مثل حديقه مشرف، الخور، يعني الممزار. عطلة الأسبوع نهايتها الحق أغلبها نعديه في المنزل مع جوزتي، باعتبار لي أنا متجوز، ونرتاح فيه نهاية الأسبوع. راحة في الدار وشوية تلفزة، شوية إنترنت. بطلع بشوف أصدقائي، بحاول أغير جو شدة الأعصاب بتاع الشغل، يعني أغير الجو شوية ونشوف حاجة جديدة، مكان جديد ما رحتوش كده. يعني هو يعني بنشوف ولادنا، بنزور عيالنا، نشوف أحفادنا، نقعد معاهم، ننظف بيتنا. والله نزور الأهل ونطلع مع الزوجة المولات ونتعشى ونرجع. يعني دائما زي شيء في البحر، يعني نهاية الأسبوع، وساعات أطلع يا بناتي والزوجة. إذن يختلف بالنسبة للكبار والعاملين هنا في الإمارات قضاء نهاية الأسبوع، فالبعض يعتبرها فرصة لزيارة الأهل والأصدقاء أو التسوق في المراكز التجارية أو القيام بسفرات قصيرة أو ممارسة هوايات يحبونها مثل المشي في الحدائق أو السباحة أو التزلج على الجليد في مراكز دبي التجارية. وبالنسبة للبعض الراحة في البيت ومشاهدة التلفاز. يعود لك قرار تمضية نهاية أسبوع ممتعة، فأنت تعلم ما يسعدك، أما أنا فأتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة.